السلام عليكم متابعينا الكرام. امرأة حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام. احذر أن تتزوجها، ولكن قبل مشاهدة هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بزر اللايك والاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيتا وكيتا. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا. فقال: ولو كانت كذلك ما جمعتها. وفي هذا الحديث يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أنواع التزين المحرم الذي قد تقع فيه بعض النساء، ويعرض فاعله للعن والطرد من رحمة الله، إذ فيه تغيير لخلق الله وتلبيس وتدليس على الناس. فيروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الله عز وجل لعن الواشمات، جمع واشمة، والوشم أن يغرز عضو من الإنسان بنحو إبرة حتى يسيل الدم، ثم يحشى بنحو كحل فيصير أخضر. والمتشمات جمع متشمة، وهي التي يفعل بها الوشم. ولعن الله المتنمصات، جمع متنمصة، وهي الطالبة إزالة شعر وجهها بالنتف ونحوه، إلا ما ينبت بلحية المرأة أو شاربها. أو النمص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما. ولعن الله المتفلجات، جمع متفلجة، وهي التي تفرق ما بين ثناياها بالمبرد وإظهار للصغر، وهي عجوز، لأن ذلك يكون للصغار غالبا، أي لأجل التحسين والجمال لما فيه من التزوير. والمتغيرات خلق الله، وهي صفة لازمة لمن تصنع الوشم والنمص والفلج. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقالت له: إنه بلغني أنك لعنت كيتا وكيت، كناية عن المناهي التي ذكرت آنفا. فأجابها ابن مسعود رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو في كتاب الله. أي ولماذا لا ألعن من هو في كتاب الله ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فقالت أم يعقوب: لقد قرأت ما بين اللوحين، أي دفتي المصحف، فما وجدت فيه ما تقول من اللعن. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه فيه. أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه؟ قالت: بلى، قرأته. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: فإنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. فبين لها أنها لو كانت قرأت القرآن بتدبر وتأمل لعرفت أن هذه الآية إشارة إلى أن لعن رسول الله لشيء كلعن الله تعالى له، فيجب أن يؤخذ به. فقالت أم يعقوب لابن مسعود رضي الله عنه: فإني أرى أهلك يفعلن ما تذكر، أي زينب بنت عبد الله المتقفية رضي الله عنها. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها: فاذهبي إلى أهلي فانظري. فذهبت إليها فنظرت فلم ترى بها شيئا مما نهى عنه ابن مسعود رضي الله عنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الوشم والنمص وغيرهما، والتي ظنت أنها كانت تفعله. وفي الحديث لعن أهل المعاصي على سبيل العموم. وفيه اتباع ابن مسعود رضي الله عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتفاؤه وأثره في أفعاله. وفيه أن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله تعالى كالقرآن، يجب التزامه. نسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة،
وأن يقينا عذاب النار. أستحلفك بالله لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو، فإنكم تساهمون في نشر الخير الكثير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.